حرارة الصيف وحرارة المطبخ صعبة جدا. اليوم جبت لكم وصفة ما فيهاش مجهود كبير وقلة الوقوف في المطبخ. السلام عليكم أحبائي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وعافية. اليوم وجبة سهلة واقتصادية. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا صدر واحد من الدجاج، ممكن نستبدلوه بصدر الديك الرومي. غادي نقطع القطع مكعبات متوسطة، ممكن تقطعوا بالمقص، بصراحة المقص أسهل وعملي أحسن من السكين، أنا كنفضل نسيت ما قدمته من بعد. غادي ناخد القطع ديالي، غادي نضربهم في الكبة. ممكن الجزار يفرمها لكم باش تكونوا الناس اللي مستعجلين بزاف. أنا بصراحة أفضل أفرمها في البيت. هنا بعد ما فرمتها غادي ننزل عليها، غادي نحط عليها ملعقتين كبار من البقسماط او لا شابلور او البقسماط. هنا ملعقتين كبار، وغادي نحط عليهم حبة واحدة من البيض. البيض هو اللي كيخلي اللحم بسرعة كتماسك وما كتفتفتش معنا في المقلة لما نجيو نقليوها. عندي هنا خليط ما بين الكزبرة والبقدونس او القزبر والمعدنوس، وعندي بصلة متوسطة مبشورة، وفي التوابل الملح وفلفل اسود، وطبعا فص واحد من الثوم. يعني سهله ما فيهاش وقوف كتير كيف ما قلت لكم. الله يكون في عوننا في المطبخ في الصيف. انا بصراحه قولوا لي كيفاش اشنو كديروا في الصيف، شو كديروا وجبات سهله او ساندويتشات. المهم كتبوا لي في الكومنتات اشنو الوجبات اللي كتقدروا تحضروها في هذا الصيف. وبالنسبه كما قلت لكم ملح وفلفل اسود. وعندي هنايا الشطه، هذه الشطه راه ماشي حاره ولكن راه كتعطي واحد الطعم رائع. انا هنا حطيت ملعقتين، واخلط كل المكونات ادمجهم في بعض واعملهم كويرات متوسطه الحجم. وبالنسبه للبدائل ديال الكريمه راه غادي نقولها لكم في ملي نوصل في تحضير الكريمه، غادي نقول لكم البديل ديالها على حسب اللي دائما على حسب المتاح اللي عندنا في البيت، ولكن راه الوصفه كتجي رائعه. عندي هنايا طبق فيه دقيق ابيض، وغادي نعمل كرات متوسطه الحجم وغادي نلبسهم في الدقيق الابيض. يعني احنا بصراحه يستحسن يعني نعمل الاكل بدري او بكري شويه قبل ما الحراره تاعت ديال الجو وحراره المطبخ. المطبخ سبحان الله ديما كيسخن مع الثلاجات والفرن كيعطيو واحد الحراره غير حراره يعني الجو. ربنا يعيننا ويقدرنا يا رب. هنا بعد ما كنلبسهم يعني مزيان بالدقيق الابيض، انا حطيت هنا مقله فيها الزيت خليتها كتسخن. وهنا عندي هنايا في الحله حبه بصل متوسطه الحجم مبشوره، وحطيت عليهم شويه من الزيت، ما نكثروش الزيت بزاف، غير القياس طبعا. تقريبا هنا راه اقل من ربع كوب من الزيت اللي حطيت في الحله. وغادي نزيد عليها ملح وفلفل اسود وعلى نار وسط حتى كتاخذ هذاك اللون الذهبي. يعني عينيكم هنا وهنا. وهنا بعد ما سخنت لي الزيت غادي نحط الكويرات ديالي حتى كتاخذ هذاك اللون الذهبي. وكيف ما قلت لكم النار دائما على وسط، غير بالراحه والعقل باش ما يتحرقوش معنا وياخذوا غير داك اللون الذهبي. ودائما مع التحريك طبعا المستمر كنقلبهم. ويستحسن تكون مقلاة غير لاصقه باش كيجيو مستويين مزيان. وهنايا البصله بعد ما تشوحات غادي ننزل عليها نصف كوب من مرق الدجاج. هنا راه نسيت ما صورتوش، او كاين حساب لي كنصور وانا ما صورتوش. المهم في الحله
نصف كوب من مرق الدجاج او مرق اللحم اللي كان عندكم متواجد. وغادي ننزل عليهم هنايا الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نقول لكم البديل ديال الكريمه. غادي ناخذ نصف كوب من الحليب وعليهم ملعقه واحده من النشا او ملعقه واحده من الدقيق الابيض، ونحركوا مزيان وننزلوهم على الحله حتى كيغليو واحد جوج غلوات هكا كيغلاو ويطيب معنا الدقيق او النشا، وكنزلوا عليهم مباشره هذوك الكويرات اللي حطينا اللي قلينا. يعني سهله ما فيهاش قوه الوقوف، وبلا ما نحيدوا الكويرات ونحطوهم في طبق تاني، لا مباشره من المقله للحله. وغادي تغلى غير واحد جوج غليات وصافي، راه الكريمه واجده والطبق ديالنا واجد ساهل ما فيهش كثرة الوقوف. وهذا الطبق تيكون مرافق مع الرز. وغادي نوريكم انا الطريقه ديالي كيفاش كنطيب الرز. هنايا يستحسن اللي بغى من غير الرز، انا هنايا كنستعمل الشعريه حيت حنا هنا في الدار تيبغوا الشعريه مع الرز. حطيت ملعقه مملوءه من الزبده وعليهم شويه تقريبا اقل من ربع كوب من الزيت، وغادي نحركو حتى كياخذ هذيك الشعريه كتاخذ هذاك اللون الذهبي. ونفس الطريقه بالرز. طبعا الرز ما غاديش نخليوه ياخذ هذاك اللون الذهبي، غادي غير نلبسوه بالزيت والزبده وصافي. ونحطوا الملح وفلفل الاسود ونحطوا الماء الكافي ونغطيو. هذا بدون شعريه طبعا. وهنا بعد ما تلبسوا كلهم بالزيت والزبده غادي نحط الماء الكافي. الماء يكون ساخن ما يكونش مغلي، يكون ساخن. انا حطيت الملح وغادي نحط شويه من الفلفل الاسود. كيقول لك في الاكل طبعا سبحان الله كل واحد قال لك كل شيخ وليه طريقه. انا هذه هي الطريقه ديالي في تحضير الرز. صافي وكنخلي تقريبا سنتيم واحد ما بينه بين الماء والرز، وكنغطي عليه وعلى نار متوسطه. هنا بعد ما استوى الرز ما شاء الله كل حبه واختها كله مفرود، يعني ما تيتعجن ما والو. وغادي في طبق التقديم، ممكن في التقديم لكم واسع النظر. وبسم الله نحط كويرات ديال الدجاج. كيجي طبق ساهل خفيف ظريف في هذا الصيف، وسهل ما فيهش قوه الوقوف. كيف ما شفتوا راه الوصفه تقريبا الا حطيتي يعني الساعه عملتي الكرونو راه ما تكملش معك نصف ساعه وها الاكله ديالك واجده او الوجبه واجده. وكنزينها بورق المعدنوس او البقدونس، والتزيين والتقديم لكم فيه واسع النظر. وجبه سهله خفيفه ظريفه ما فيهاش تعقيدات. وقلت لكم البدائل ديال يا اما الرز من غير شعريه او الكريمه من غير كريمه، يا بالحليب وبالنشا او الدقيق. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. وما تنسوش دائما اللايك هو اللي كيطلع الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.